سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. الرئيس أفورقي يقوم بجولة ميدانية في مؤسسات إنتاجية بمصر. اتفاق إريتري مصري لتعزيز العلاقات في كافة المجالات. إحياء اليوم العالمي لسلامة الغذاء. إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة ردا على هجمات واشنطن. مناورات مقابل مناورات، روسيا تتحدى الناتو في البلطيق. باكستان تشن غارات دامية جديدة على أفغانستان. السلام عليكم ورحمة الله. قام فخامة الرئيس أفورقي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية يوم أمس 9 من يونيو، قام بجولة ميدانية شملت عددا من المؤسسات الإنتاجية ومرافق الخدمات اللوجستية. وشملت الجولة التي نظمت في منشآت تقع على بعد نحو 150 كيلومترا من العاصمة القاهرة، مصنع الأدوية جيتو فارما والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومصانع الحديد والإسمنت ومجمعات الصناعات الأساسية، إضافة إلى ميناء العين السخنة. وخلال الزيارة استمع الرئيس أفورقي والوفد المرافق له إلى عروض تفصيلية قدمها مسؤولو المؤسسات حول أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية وأهميتها الاقتصادية، إلى جانب التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات الإنتاج وحجم المنتجات التي توفرها للأسواق المحلية والخارجية. وقدم المسؤولون والمديرون التنفيذيون للشركات شرحا وافيا مصحوبا بصور ومقاطع فيديو حول أهدافها ورؤيتها وأهمية الاقتصادية والتقنيات المستخدمة ونوع وكمية منتجاتهم، معربين عن استعدادهم للتعاون والعمل في شراكة مع إريتريا والمساهمة في تنمية الموارد البشرية ونقل المعرفة والتكنولوجيا. وتنشط المؤسسات التي شملتها الجولة في مجالات إنتاج الأدوية وتصنيع الألواح الشمسية المدعومة بتقنيات الروبوتات وإنتاج الحديد والإسمنت ومواد البناء وصناعة الأسمدة الكيميائية، فضلا عن تطوير البنية التحتية للموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية. وقام الرئيس اليوم بزيارة العاصمة الجديدة قيد الإنشاء، وخلال زيارته استمع الرئيس إلى إحاطة من المسؤولين حول المباني التي شيدت للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى والقاعات الحديثة للأنشطة الثقافية والفنية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية ودور العبادة والفنادق والمساكن، بالإضافة إلى البنية التحتية والتكنولوجيا المتطورة فيها. وتبادل الرئيس الآراء مع المسؤولين حول مشاريع البناء والإسكان الجارية، فضلا عن التعاون والتنسيق المحتملين. أعلنت إريتريا ومصر في بيان مشترك صدر اليوم 10 من يونيو الاتفاق على تعزيز علاقاتهما في جميع المجالات والعمل من أجل الأمن المشترك. وأشار وزير الخارجية سيد عثمان صالح ووزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في تصريح صحفي مشترك عقب الاجتماع الذي عقده للعلاقات التاريخية والأخوية بين إريتريا ومصر، وإلى المناقشات المكثفة التي جرت بين الرئيس أفورقي والرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة في 8 من يونيو. وأكد التوصل إلى اتفاقيات بشأن البنية التحتية والنقل البحري وربط الموانئ وتطوير الموانئ الإريترية، خاصة مينائي عصب ومصوع ومرسى فاطمة، وتصنيع الأدوية وبناء المساكن والربط البري والبحري والسكك الحديدية بين البلدين. وأكدت مصر في المناسبة دعمها الكامل مجددا لسيادة إريتريا وسلامها واستقرارها. وحول أمن البحر الأحمر والقضايا الإقليمية، اتفق الرئيس والرئيس السيسي على أهمية الاحترام الصارم لمبادئ القانون الدولي الذي يحترم سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وشددها على أهمية العمل على تعزيز المؤسسات الوطنية في أي بلد لأنها تشكل العمود الفقري للاستقرار والتنمية. وأكد الوزير عثمان والوزير بدر في الختام على استمرار الاتصالات بين المسؤولين الإريتريين والمصريين في أسمر والقاهرة، فضلا عن التنسيق في المنتديات الإقليمية والدولية.
تم إحياء 7 من يونيو اليوم العالمي لسلامة الغذاء في أسمرة يوم 9 من يونيو تحت شعار من التحديات إلى الحلول، غذاء آمن في كل مكان. وقال المدير العام لقسم الخدمات القانونية والرقابة بوزارة الزراعة السيد تخلاب مسقنة إن الأمراض المنقولة بالغذاء التي تسببها الكائنات الدقيقة والتلوث الكيميائي تلاحظ أيضا في البلاد بسبب الاستخدام غير السليم للمبيدات في الخضروات والفواكه. وأضاف أن تلوث الغذاء يحظى بالاهتمام ويتم بذل جهود جادة للقضاء على الأمراض المنقولة بالغذاء لأنها تسبب عواقب اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. وذكر البدء في اتخاذ مبادرات في إريتريا لتوضيح أدوار ومسؤوليات الوزارات المعنية بمراقبة الأغذية ولإعداد سياسة غذائية وطنية أو إعلان وطني غذائي لخلق مزيد من التنسيق. وأوضحت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في إريتريا السيدة أرييلا غليني أن سلامة الغذاء هو مجال يجب أن يساهم فيه المزارعون والمستهلكون جميعا من المزرعة إلى التخزين والنقل والتسويق، وهناك حاجة إلى تنسيق قوي لتحقيق مراقبة سلامة الغذاء. وقال الدكتور آسيفاش فسهية متحدثا نيابة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في إريتريا أن 866 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من أمراض بسبب تلوث الغذاء، ويموت 1.5 مليون شخص سنويا. ووردت في المناسبة أوراق بحث حول سلامة الأغذية الزراعية والخبرات والحلول الاستراتيجية وتلوث الأغذية في حياتنا اليومية وحلوله ودور وزارة الصحة في ضمان سلامة الغذاء وخدمات الصحة والسلامة التي تقدمها مؤسسة المواصفات الإريترية. اختتمت في 8 من يونيو المسابقات الشبابية في الثقافة والفن التي نظمت في 8 إدارات ضواحي في مديرية عتكليزان تحت شعار وعينا مرشدنا. وركزت المسابقات على الدراما والغناء والرقص والشعر وعروض الأزياء والابتكار والفنون. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلاب فرع المديرية السيد نرأي الرزني أن الهدف من البرنامج هو توسيع أنشطة الاتحاد في إدارات الضواحي. من جانبه قال مدير مديرية عتكليزان المقدم يماني مبرهتي أن البرامج كانت مفيدة ومرفهة، وشكر الأعضاء الذين عملوا على إنجاحها ودعا إلى تعزيز العلاقة بين إدارات الضواحي والمدارس. وتم في الختام توزيع الجوائز على إدارات الضواحي الفائزة فرديا وجماعيا. نظم موظفو الخدمة المدنية بمديرية دكة محري برنامجا لتوريث تاريخ النضال لطلاب الصف 11 المتوجهين إلى معسكر ساوة ضمن الدفعة 39 للخدمة الوطنية. وتضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى عدد من المواقع التاريخية التي شهدت معارك حاسمة خلال مسيرة الكفاح المسلح، من بينها مايعداغا وعدقولقول وتخول ووضوح، حيث استمع الطلاب إلى شروحات قدمها مقاتلون سابقون حول البطولات والتضحيات التي شهدتها تلك المواقع. كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري لجبهة دكة محري في تحقيق الانتصارات التي مهدت لاستقلال البلاد، إضافة إلى مساهمة المواطنين في المناطق التي احتضنت المعارك من خلال الدعم المعنوي واللوجستي للمقاتلين. وأكد الأستاذ يوناس جبرهوت أحد منظمي البرنامج أن مسؤولية نقل التاريخ الوطني إلى الأجيال الجديدة لا تقتصر على الأسرة فحسب، بل تشمل كذلك المؤسسات التعليمية، داعيا المدارس إلى تنظيم أنشطة وبرامج ميدانية تسهم في تعريف الطلاب بتاريخ وطنهم وتعزيز ارتباطهم بقيمه الوطنية. من جانبهم أوضح الطلاب المشاركون أن البرنامج مكنهم من التعرف بصورة أعمق على تاريخ الشعب الإريتري والتضحيات التي قدمت في سبيل استقلالنا، مطالبين باستمرار تنظيمها مستقبلا. بدوره شدد مدير مديرية دكة محري السيد يماني أبرة على أهمية توثيق التاريخ الوطني عبر الكتب والأفلام الوثائقية، مؤكدا أن الروايات والشهادات المباشرة التي يقدمها المناضلون تترك أثرا بالغا، داعيا إلى توسيع نطاق هذه المبادرات. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق جنوب إيران.
وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية بينها مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن، ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي، محذرا من أن استمرار هذا العدوان سيقابل بردود أكثر قسوة. وشنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات على أهداف إيرانية قالت إنها جاءت دفاعا عن النفس على خلفية إسقاط مروحية أباتشي، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. ولم تعلن طهران حتى اللحظة مسؤوليتها عن حادث إسقاط المروحية. وقالت القيادة الأمريكية المركزية سنتكوم إن هذه الضربات على إيران رد على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيران غير المبرر على حد تعبيرها. ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن البحرية الروسية أجرت مناورات عسكرية في بحر البلطيق للتدرب على إطلاق صواريخ، وذلك بالتزامن مع مناورات عسكرية كبيرة مشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو في المنطقة ذاتها. وتعد مناورات الناتو البحرية أو مناورات البلطيق التي بدأت في 4 من يونيو الجاري وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته الكبرى في بحر البلطيق هذا العام، إذ تجرى بمشاركة نحو 20 سفينة من 15 دولة ونحو 6000 عسكري. وذكرت انترفاكس أن روسيا أجرت مناوراتها الخاصة في جيب كالينغراد التابع لها ومحيطه بمشاركة نحو 10 طائرات عسكرية، منها طائرات مقاتلة وقاذفات، بالإضافة إلى سفينتي صواريخ صغيرتين. وفي مايو الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تمتلك جميع الوسائل اللازمة لتدمير أي قوة تحاول مهاجمة كالينغراد، وذلك ردا على تصريح وزير خارجية ليتوانيا بأن على حلف الناتو أن يثبت لموسكو قدرته على اختراق الجيب. قتل 12 شخصا على الأقل في غارات باكستانية على مواقع في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين، وفق ما أفاد مسؤول أفغان ومصادر محلية. صرح مسؤول في ولاية خوست لوكالة الصحافة الفرنسية بأن غارة جوية استهدفت منزلا في منطقة سبيرة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وجرح 10، وفي ولاية باكتيكا المجاورة قال شخصين من السكان إن هجوما منفصلا أسفر عن مقتل 3 مدنيين في منطقة بارمال. وأضاف أحد السكان أن الضربة استهدفت منزلا والقتلى كانوا من الأطفال. ولم يرد الجيش الباكستاني ومكتب رئيس الوزراء بشكل فوري على طلب من وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق، لكن إسلام آباد أكدت مرارا أن ضرباتها في أفغانستان تستهدف المسلحين الذين نفذوا هجمات على أراضيها وليس مدنيين. سجل شهر مايو 2026 ثاني أعلى متوسط حرارة عالمي لشهر مايو منذ بدء السجلات المناخية، في مؤشر جديد على استمرار الاتجاه التصاعدي لدرجات الحرارة العالمية وسط تحذيرات من عودة ظاهرة النينيو التي قد تزيد من حدة الظواهر المناخية المتطرفة خلال الأشهر المقبلة. وأعلنت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ أن مايو 2026 كان ثاني أكثر أشهر مايو حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، مدفوعا باستمرار الاحترار الناجم عن النشاط البشري وارتفاع درجات حرارة المحيطات، بالتزامن مع مؤشرات متزايدة على تشكل ظاهرة النينيو في المحيط الهادي. وشهدت مناطق واسعة من أوروبا خلال مايو موجات حر مبكرة واستثنائية وصفت بأنها من بين الأشد التي تسجل في هذا الوقت من العام، حيث حطمت درجات الحرارة أرقاما قياسيا في عدة دول، ما عاد إلى الواجهة المخاوف من تسارع آثار التغير المناخي. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. رئيس ياسفورتي يقوم بجولة ميدانية في مؤسسات إنتاجية بمصر. اتفاق إريتري مصري لتعزيز العلاقات في كافة المجالات. إحياء اليوم
اليوم العالمي لسلامة الغذاء. إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة ردًا على هجمات واشنطن. مناورات مقابل مناورات، روسيا تتحدى الناتو في البلطيق. وباكستان تشن غارات دامية جديدة على أفغانستان. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.